بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. أدي المنتخب اللي احنا كنا بنتعاركوا على لعيبته. أدي منتخب مصر يتغلب من مين؟ من الأردن. الأردن اللي ما كانتش تعرف حاجة عن الكورة، اللي علمها الكورة الله يرحمه ويسامحه محمود الجوهري. محمود الجوهري مدرب منتخب مصر التاريخي، هو اللي راح اسس الكره الاردنيه. دول ما كانوش يعرفوا حاجه عن الكوره. الاردن دول كانش اخرهم زي السعوديه والكويت، شويه غنم في الصحراء وبتاع، وكانوا بيربوه. عايزين نلعبوا كوره، طب يا عم هاتوا محمود الجوهري يبقى مستشار فني للاتحاد. جه محمود الجوهري اسس لهم الاتحاد الاردني لكره القدم، وبقى هو المستشار الفني لكل حاجه تخص الكره الاردنيه. ماشي. يعني الاردن اصلا من 30 سنه ما كانش في حاجه اسمها اردن، ما عادش يعرف حاجه اسمها اردن. اردن مين اللي تلعب كوره؟ ها؟ الاردن دي كان اخرها مجلس الامن لما بياخدوا قمه عربيه وبتاع، وما كانوش بيصوتوا اساسا. الاردن تديك ثلاثه؟ لا، سيبك من الثلاثه. باللعيبه الاحتياطي يا راجل، ده امبارح 11 لعيب في الاردن بيلعبوك، ما فيش منهم لعيب اساسي. يا راجل، ده عموته المغربي مدرب الاردن امبارح علمك درس ازاي تلعب كرة القدم يا حلمي يا طولان. يا راجل، حسين عموته امبارح كان بيضغط عليك في النص الاولاني من الملعب، وانت مصمم تلعب بالكرة من ورا. انت مصمم تبتدي الكرة من حارس المرمى للمدافع، وهو بيضغط عليك ضغط امامي. انت مدرب ازاي؟ انت يعني مسكت في يوم من الايام الزمالك ازاي، ومسكت الحرس ازاي، ومسكت الجونه ازاي، ومسكت فاركو ازاي؟ انت يا حلمي يا طولان، طب انت بيضغط عليك ضغط امامي بثلاث اربع لعيبه، العب الطويله بقى خلاص. ما هو عارف انك انت من اول ماتشين بتبتدي من محمد بسام بتلعب للمدافع، وبتبتدي الهجمه من ورا عشان تسحب لعيبه خط نص الملعب، تفضي في نص الملعب مكان. وده ما لقيتوش امبارح عشان ما فيش اللعيب اللي بينزل يستلم. مفيش اللعيب، مفيش عبد الله السعيد اللي هينزل يربط ما بين الخطوط، ياخد من المدافع يوزع على الجناب، يعمل تهويشه، يعمل كده. مفيش عبد الله السعيد، مش موجود. مفيش ناصر ماهر اللي هياخد اتنين تلاته يكلفتهم ويروح ده انت ما تاخدش ناصر ماهر، ده منتخب اول ولا منتخب تاني. ناصر ماهر افضل لعيب في مصر، لا اخدته منتخب اول ولا منتخب تاني. عبد الله السعيد اللي عنده 40 سنه واعلى معدل جري في الدوري المصري، لا اخدته منتخب اول ولا اخدته منتخب تاني. انتوا ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ امبارح تشيل من الاردن بالاحتياطي بتاعها ثلاثة بالرأفة. بالرأفة ليه؟ ايه يا اسطى؟ هو احنا موزمبيق؟ ده منتخب مصر يا ابني. ما تفوقوا يا عم. انتوا ايه؟ مش هنا؟ فوقوا يا عم. ده منتخب مصر يا اسطى. مروان حمدي يلعب منتخب تاني، واسامه فيصل يلعب منتخب اول. اقنعني يعني، وحياة امك لا تقنعني. كريم العراقي يلعب منتخب تاني بتاع حلمي طولان، ومحمد هاني يبقى الباك اليمين الاساسي بتاع منتخب مصر الاول. اقنعني. انا عايز اقتنع. ما انت اما تقنعني يا اما خلاها خر على ميتين ابوك. اقنعني. ينفع؟ طيب، ياسر ابراهيم ولا رامي ربيعه يلعبوا منتخب اول، ومحمود الونش يلعب منتخب تاني؟ ما تقنعني يا عم. ما تقنعني يا عم، عشان ما خلقنا ضيق يا عم بالله عليك. مروان موسى ولا ما بتاع اسمها ايه دي، بتاع سيراميكا، مروان ده ابو شعر اللي تسبب في اول ماتش في هزيمتنا، تاخده منتخب اول وسايب اسلام عيسى منتخب تاني؟ انتوا ماشيين الكوره في مصر ازاي؟ انتوا عايزين تودوا مصر فين؟ ما هو انا لو كلمتك في فنيات عشان انا كنت لعيب كوره قديم، لو هتكلم معاك في فنيات يا حلمي وطولان هطلعك ملط، اقسم بدين الله. ابراهيم فايق، ابراهيم عبد الجواد، اي حد، هاني عتهود، اي حد مسيب زاهر، اي حد من اللي بيطلع في التلفزيون، لو انا قعدت معاه اقسم بالله انا اللي هبين له لكل مدربين مصر دول ما بيفهموش كوره. بقى فرقه بتلعب معاك ضغط امامي، يعني اول ما حارس المرمى بيباص الكره للمدافع بتلاقي اربعه هاجمين عليه. خلاص، العب الطويله، العب لقدام، العب لقدام، استغل طول مروان حمدي قدام اللي هو طويل، هيعرف ياخد الكوره اللي جايه له من حارس المرمى. لكن انت برضه مصمم تطلع تلعب برضه الكوره الارضيه من بدايه الدفاع. طب ما ضغط عليك باربعه خدها. يا راجل، ده الكون التاني عليا الحرام من ديني فضيحه تدرس.
في تاريخ بطوله العرب. الجون التاني الكرة مرعوبة من ورا 3 لعيبة، ياسين مرعي الولا عمل له كده، لقيت ياسين مرعي عند الجماهير، انت بتعمل ايه هناك يابا؟ الولا هنا، وراح الولا طك. ايه يا عم؟ ايه يا عم انتوا بتلعبوا بالوسعية؟ ايه يا اسطى؟ ايه يا اسطى؟ ايه حسام حسن ده؟ كرة جايه له هيعملها كده في اي زاوية جون. ايه يا عم؟ عمرو السولية. ايه يا النني طول الماتش؟ لا انت في ايه يا عم بشعرك ده يا عم؟ احنا هنا مش فاتحينها معلش كوافير نور العيون. انتوا كده تهزروا، دي بطولة العرب، ده بيقعدوا يتفخروا بيها ب 20 سنة الفريق اللي بيكسب، ده بيضربوا بعض في الاستوديوهات في استوديو الكاس اللي عاملينه ده قناة قطرية، بيضربوا بعض بجد لما فريق بيخسر. انتوا كده تهزروا. امبارح الاقي محمد بركات قاعد في قناه الكاس زعلان. طب ايه؟ قلت بركات كتر خيره وزعلان المنتخب شال 3 وبتاع، يقول ايه وكده. اعرف بعد كده ان المذيع يقول ان يا جماعه بركات زعلان عشان كان عامل تحدي هو وعصام الحضري، اللي هيكسب هياخد 10000 دولار، يعني نص مليون جنيه، وبركات خسر التحدي. يعني انت يا بركات قاعد خسران في الاستوديو عشان خسرت 10000 دولار؟ مش زعلان عشان مصر شالت 3؟ اه، هم دول اللي انتم مودينهم المسؤولين عن المنتخب. بركات ده على فكره كان في رئاسه اتحاد الكوره في اتحاد الكوره بمصر يعني. زعلان عشان خسر 10000 دولار. ادي اللي مودينهم يشجعوا المنتخب ويقفوا مع المنتخب ويبقوا مسؤولين عن المنتخب. بقى سايب لعيبه بيراميدز اللي بيلعبوا كهربة الاسماعيليه وبتروجيت، سايب قطه، سايب سلاكف على المنتخب الاول ماشي، سايب قطه، وسايب علي جبر، مع احترامي لحضرتك الناس دي ما انضمتش منتخب اول، ها، سايب قطه وسايب علي جبر، سايب محمد حمدي، كل دول بيلعبوا كهربة الاسماعيليه وبتروجيت ماشي. وسايب مين تاني؟ قلنا علي جبر والشناوي وعلي ومحمد حمدي ده الباك الشمال، وقطه وزلاكه. ما كل دول كنت ضمتهم ياس. دول بيلعبوا بتروجيت وكهرباء الاسماعيليه ماتش كاس الرابطه وفي الدوري مالهمش لازمه. ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ وما رضيتش توقف لما بيراميدز ماتشاته لازم تلعبوا يا عم؟ ده المنتخب الاول بيلعب والمنتخب التاني بيلعب، يلعبوا ازاي فرق في الدوري؟ لا يلعبوا بيراميدز. ده انتوا كنتوا بتوقفوا الدوري للاهلي اكتر من شهر ونص عشان داخل هيلعب مباراه في افريقيا. يا اتحاد كوره يا فاشل، هتفضلوا طول عمركم فاشلين، وانا والله العظيم 3 وراكم هحاسبكم. وانت يا هاني ابو ريده طول ما انت موجود انت واحمد دياب على قائمه رئيس الرابطه، اقسم بالله الكره المصريه دي ما هتروح لقدام. انا قاعد وانتوا قاعدين والايام ما بيننا.